مرحبا بكم في مغنية وفي الحدود المغربية الجزائرية. جزائر، مغرب. كل ما يفصل بين الجارتين هو ممر وثكنة عسكرية تفصل بين شاطئي البلدين لتحدد انتهاء الجزائر وبداية المغرب. وصلنا لآخر نقطة من شواطئ الساحل الغربي الجزائري، وتحديدا رانا في شاطئ مرسى بنمهيدي الذي يبعد حوالي أمتار على شاطئ سعيدية في المغرب، وهذا الشاطئ الوحيد الذي لديه حدود مع إخواننا المغاربة. يعني المغرب هاولها الحدود هنا، يعني تقدر تشوف لي بيدال والناس هنا راهي تعوم. بين هذه المنطقة يعني خالينها للأمن باش تسيباري بين المغرب والجزائر، وهذا أظن راه في الحدود المغربية. تشتهر مدينة تلمسان بشواطئها الخلابة والساحر، ولعل أهمها الشاطئ الرئيسي بورساي أو العربي بنمهيدي. آخر نقطة وأقرب نقطة تقدر تشوف منها شاطئ السعيدية. على يسارك الجزائر وشاطئ مرسى بنمهيدي، وعلى يمينك شاطئ السعيدية. حيث تبعد مدينة وجدة المغربية عن مدينة مغنية الجزائرية حوالي 27 كيلومتر فقط. ومن أجمل وأطرف ما قيل عن هاتين الجارتين إن الرغيف الساخن الذي كان يتناوله سكان وجدة أو يتناوله سكان الجزائر هو نفسه الذي عجن في مغنية أو عجن في وجدة. لو تشوفوا أمامي كلها عائلة جزائرية جاية هنا المنطقة هذه تاع الحدود تتفرج فقط. يعني التليفون تاعك ما يفهمش روحه اسكو يدي لابيس تاع مروك ولا الشريحة تاع الجزائر.